العليا مجدي لخالق السماء، وارفع الخفاق يحمل النور المسطر، رددي الله أكبر يا موطني موطني. قد عشت فخر المسلمين، عاش الملك للعلم والوطن. الحمد لله بارئ النسم، خالق الخلق من عدم، له الفضل إذا أنعم تم. الحمد لله مالك الملك، يؤتي الملك من يشاء ويتم نعمه على من يشاء. سبحانه هو القائل جل في علاه: قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء. جل قدره وعظم فضله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، شهادة من آمن به واستسلم لأمره. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، النبي الهادي، قرن الله ذكره بذكره على لسان كل ذاكر، وشرفت برسالته المنائر والمنابر. اللهم صل وسلم على محمد وعلى آله الأطهار وصحابته الأبرار. أما بعد، أهلا وسهلا بكم أهلي وخلاني، سكنتم في حنايا كل وجداني. هذه القوافي أتتكم تنتشي فرحا، وحدثتكم حديثا دون عنوان. وبالضيوف أهلا نرددها، ما غرد الطير يشدو فوق أغصاني. الأساتذة الفضلاء، السادة الكرام، أصدقاء الجالية، أيها الحفل الكريم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. من شرفة الحنين ينبلج الضياء، وها هي شمس اليوم قد غربت، وموكب الحياة يسير بنا مسرعا عبر الخيوط المسائية الفضية. تهب الرياح الدافئة وتمطر الأيام، وننثر عبق الحروف وعطر الكلمات، لنزف الحروف نغما إلى حقول الوجدان في حفل الاحتفاء بتنصيب الرئيس المنتخب لجمهورية نيجيريا الفيدرالية الجنرال محمد بوهاري. ونطوف على أجنحة الخيال إلى عالم سرمدي الجمال، لنرسم لأنفسنا صورة زاهية في هذا الحفل البهيج، ونحلق في السماء الصافية، لنجلب لكم أعذب العبارات وأصفاها. ننطلق مع أولى فقرات الحفل، لنستمع وإياكم إلى ما تستكن به النفوس وتأنس به القلوب. القرآن الكريم يروي ظمأ قلوبنا برواية ورش عن نافع المدني، يرويها ويقرأها على مسامعنا الأستاذ
إبراهيم الحاج هارون الجوهري، فليتفضل مشكورا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغير حساب. لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين ومن يفعل ذلك فليس من الله في شيء إلا أن تتقوا منهم تقاه ويحذركم الله نفسه وإلى الله المصير. قل إن تخفوا ما في صدوركم أو تبدوه يعلمه الله ويعلم ما في السماوات وما في الأرض والله على كل شيء قدير. يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرا وما عملت من سوء تود لو أن بينها وبينه أمدا بعيدا ويحذركم الله نفسه والله رؤوف بالعباد. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. قل أطيعوا الله والرسول فإن تولوا فإن الله لا يحب الكافرين. أهلا وسهلا بحضوركم ومرحبا بحضوركم ملأ السرور فؤادي. حياكم زهر الربيع وزغردات روح الجداول كالهوى المياد. شلال حبي فاض عند لقائكم شلال حبي فاض عند لقائكم
عليكم وقد نصرتكم بالوفاء تنادي أدم الصلاة على النبي محمد وقبولها أتما بدون تردد أعمالنا بين القبول وردها إلا الصلاة على الحبيب محمد صلوا عليه. والآن مع كلمة رئيس جمعية الجالية النيجيرية المقيمة بمكة المكرمة الشيخ عمر سليمان، يلقيها نيابة عنه الأستاذ طارق برناوي، فليتفضل مشكورا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. السادة رؤساء جاليات نيجر ومالي وساحل العاج وبركينا فاسو ومالي، السادة ضيوف الحفل، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد، لقد باتت حواسي لسان شكر وثناء على هممكم التي لا تنكر ومساعيكم التي لا يجحدها إلا من نزعت منه كل عاطفة شريفة، فإنكم أدامكم الله بذلتم كل غال ونفيس حيث تجشمتم العناء لحضور حفلنا، تاركين مصالحكم ومشاغلكم، فمن أين لي لسان شكر أشكركم به على هذه المزايا الشريفة والخصال الحميدة. أعاننا الله على الوفاء بشكركم، فأهلا وسهلا بكم، شرفتم حفلنا وأبهجتم صدورنا، وكتب الله لكم الأجر والمثوبة. أيها الإخوة، إن من دواعي سرورنا وفرحنا أن يتولى فخامة الرئيس الجنرال محمد بخاري رئاسة جمهورية نيجيريا، ذلك الرجل الذي نال إجماع من الطوائف كافة على نزاهته وإخلاصه لوطنه ومواطنيه، وإن حصوله على القبول لدى عامة الشعب النيجيري ما هو إلا دليل قبول عند الله، لأن الله إذا أحب إنسانا نادى في الملأ الأعلى أني أحببت فلانا فأحبوه، فيحبه أهل السماء، فينادي جبريل عليه السلام يا أهل الأرض إن الله أحب فلانا فأحبوه، فيحبه أهل الأرض، نحسبه كذلك والله حسيبه. أيها الإخوة، إننا كشعب نيجيري متواجدون على ثرى هذه البلاد الطاهرة، لزاما علينا مؤازرة الرئيس محمد بخاري ومساعدته لأداء رسالته على أكمل وجه، بأن نقدم الصورة الحسنة كنيجيريين مقيمين في السعودية أو في أي دولة من دول العالم، بالتقيد بأنظمة البلاد، وأن نكون سفراء خير لبلادنا، وألا يشار إلينا بأصابع الاتهام، وأن نحافظ على العلاقة المتينة بين البلدين المملكة العربية السعودية ودولة نيجيريا،
الاتحادية، وأن نكون أداة بناء لا معاول هدم لما شيده الآباء والأجداد. أيها الإخوة، إننا نشكر الله عز وجل أن اصطفانا لنكون مجاورين لحرمه وكعبته المشرفة، حيث الحطيم وزمزم والملتزم، فنحمد الله على آلائه العظيمة ونعمه الجسيمة. أسأل الله يرزقنا الأدب في البلد الحرام بأن نتأدب مع قدسية المكان، كما لا يخفى عليكم أن مكة ليست كأي بلد، لها حقوق وواجبات لا بد من تطبيقها. أيها السادة، ورد في الأثر أن من لا يشكر الناس لا يشكر الله، وإني في هذا المقام أتقدم أصالة عن نفسي ونيابة عن كل نيجيري مقيم في المملكة العربية السعودية بالشكر الجزيل لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود رعاه الله، وولي عهده الأمير محمد بن نايف آل سعود، وولي عهده الأمير محمد بن سلمان آل سعود، وحكومتهم الرشيدة على الرعاية الكريمة التي نحظى بها من أمن وأمان ورغد في العيش، ولا نملك تجاه ذلك إلا أن ندعو لكم بالصحة والعافية، وأن يحفظكم من كل كائد وحاسد. والشكر موصول إلى كل من ساهم في إنجاح هذا الحفل بماله وجهده ومشاورته حتى خرج الحفل بهذا الشكل الرائع المنسق، فلكم من الشكر أوفره ومن التقدير أعظمه. أسأل الله أن يكون ذلك في ميزان حسناتكم، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يحكي عن التنمية والتطور العمراني في العاصمة الفيدرالية أبوجا، ويشمل القطاعات الحيوية كالمدارس والمستشفيات والقطاعات الحكومية. عرض مرئي عن العاصمة أبوجا، مشاهدة ماتعة. Abuja, the first African-made capital city, located in the very center of Nigeria, the heart of Africa. Conceived in 1976, nurtured to modernity, this is Abuja, the pride of Nigerians. Planned with splendor, elegance and magnificence in mind, it was to serve as a place of pride for all Nigerians. But like a diamond that must be polished and cut before the sparkling beauty is revealed, Abuja, the rock city, required the concerted and painful process of cutting and polishing to reveal itself as a rare gem. The city extends a warm welcome to the local and international communities, from the ultra-modern Nnamdi Azikiwe International Airport through the well-manicured shrubbery that line the highways into the very heart of Abuja city. Unlike the images of tarred roads, industrial fumes and stark concrete pavements that a city brings up in the mind of many, Abuja blends nature with sophistication. Set with postcard perfection against the backdrop of Zuma Rock, it takes full advantage of the natural beauty of other surrounding rocks.
nature dwells side by side civilization. Surrounded by satellite towns, devoid of congestion, nature blooms in harmony, alive in the wildness and raw in its beauty, the way the Creator intended for nature to be. The undulating topography of Abuja is a perfect platform to showcase its wide network of roads. Meeting the standard for roads anywhere in the world, the expansive network is crisscrossed by overhead bridges and dotted by traffic lights to make for free flow of traffic. Designed to blend nature with the necessity of mechanized movement, Abuja roads are a delight for many to ply. Working along the lines of providing an easy and accessible transport system to cater for its teeming population, the FCT administration, in the Abuja Leasing Company and Urban Mass Transit, has put up a system which offers passengers comfort and style anytime, anywhere, any day. Architectural masterpieces which characterize the corporate existence in Abuja are set upon a cushion of the greenest greens against the backdrop of imposing rocks that typify the city, highlighting their form and shape and showing off their impeccable status. From the awesome splendor of the NNPC towers to the sublime elegance of the Central Bank of Nigeria, the regal effects of other corporate headquarters dot the city with stately brilliance. The spectacular edifices of the National Mosque and the National Christian Center stand out proud right in the city. كلمة ترحيبية لرئيس مجلس شباب الجالية النيجيرية بمكة المكرمة يلقيها الأستاذ عبد الرزاق شعيب هوساوي، فليتفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله ما غرد بلبل وسدح وما اهتدى قلب وانشرح وما عم فينا سرور وفرح. الحمد لله ما ارتفع حق وظهر وما تراجع الباطل وتقهقر. وصلاة وسلاما على النبي المطهر، صلاة وسلاما دائمين متلازمين إلى يوم البعث والمحشر. ثم أما بعد، أيها الحفل الكريم، يا هذه الوجوه النيرة، ضيوفنا الأكارم، فإنني بالأصالة عن نفسي وبالنيابة عن إخواني أعضاء مجلس شباب الجالية النيجيرية بمكة المكرمة أهديكم من الترحيب أجمله ومن الشكر أجزله. كيف لا؟ كيف لا وقد تكرمتم بقبول دعوتنا وتفضلتم بحضور حفلنا وآثرتم أن تشاركونا فرحتنا بمناسبة تنصيب الجنرال محمد بخاري رئيسا لجمهورية نيجيريا الفيدرالية الاتحادية. فمرحبا بكم أيها الضيوف ضيفا ضيفا، وأهلا وسهلا بكم ألفا ألفا. حياكم الله وأحياكم وجعل الجنة مثواكم. أيها السادة الحضور، أرجوكم ثم أرجوكم ثم أرجوكم أن تتقبلوا شكرنا مصحوبا بباقات ورد وحب وود، متمنين لكم أوقاتا طيبة هانئة مع فقرات حفلنا
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يحكي عن تجربة الرئيس في الترسخ أو الترشح لمنصب رئيس الجمهورية النيجيرية، ووعده بالعمل على تحقيق 3 مفاصل مهمة: التنمية والتطوير، ومحاربة الفساد، ومحاربة أفكار الغلو المنتج لزعزعة الأمن. عرض مرئي يتحدث عن الحوار الذي جرى مع الرئيس النيجيري محمد بوخاري. to sai yanzu Allah yadda, amma kuma kamar yadda jama'a suka sani Allah ce tashi in taimake ka. Ai da ban samu ba 2003 ba Allah isa kaɗai ne ba, na bi ƙa'idojin doka har na kai kotun koli. 2007 ma haka, da ban samu ba na bi ƙa'idojin dokar ƙasa na je har kotun koli. 2011 jam'iyyata ta je har kotun koli, saboda tun da jam'iyyata ta je ni ma na je, to amma wannan bai sa na fasa ba, saboda haka Allah cikin ikon shi yanzu ya kawo nasara. Ya kake ji a cikin zuciyarka? Cikin zuciyata abinda mutane suka sani suna cewa Allah ya ce tashi in taimake ka, to ban kwanta ba waɗannan shekarun 12 ban kwanta ba, ina ta iyakar ƙoƙarina, na kuma sa'a mutane sun fahimce ni sun kuma yadda da ni, shi ya sa wannan zaɓe Allah kawo nasara cikin shi. Shugaba mai ci Goodluck Jonathan ya bugo maka waya a lokacin da ka ɗauki wannan wayar, yaya ka ji ganin cewar a Afirka ba a saba irin wannan al'amari ba? To ai na yabe shi, ba kuma yi tsatsan da zai yi ba, amma ya zo ya yi, saboda haka wannan sa'a Allah ya kawo ta, Allah ya sa Najeriya ba za su wahala ba. Idan da jam'iyyar PDP misali ta ce ba ta yi daya haka nan ba, kuma jam'iyyar APC ta ce ba ta yi da ba, su suka ci zaɓe, ai kaga tana yawa ya kawo wata tarzoma wadda za ta kawo asarar rayuka mai bi da dukiya, to Allah ya kiyaye. Saboda haka wannan abu da ya abku, mun gode ma Allah da ya tsara shi ya kuma sa ya tabbata. A ƙarshe ɗumbin masu goyon bayanka suna sa ran su samu canji a wannan zaɓe naka da aka yi. Shin wani irin kira za ka yi gare su, ganin cewa wani al'amarin ba ƙaramin al'amari ba ne? Kira na riga na yi na cewa wannan ɓanna shekara 16 aka yi ta, kuma ta yawa, saboda haka ba za ta yiwu ba a tashi washe gari a ce an yi maganin abu, amma na yi alkawari a rubuce za mu yi iyakar ƙoƙarinmu. Abubuwan da suke wurin shari'a na cin hanci da rashawa za mu ci gaba da matsa ma shari'a sai maza su gama da ita. Waɗanda kuma ba mu san da su ba, tafiya tana tafiya, waɗanda muka gani haƙƙin jama'a za a neme shi a fidda shi a maida shi baitul mali, amma gaba ta fi baya yawa. كلمة الشباب يلقيها نيابة عنهم الأستاذ عبد الله فلاتة. بسم الله الرحمن الرحيم. godiya ta tabbata da Allah maɗaukaki, tsira da amincin Allah su tabbata ga manzonmu manzon rahama Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mai girma shugaban jaliya Alhaji Umar Suleiman, mai girma shugaban consult na Shabab Ustaz Abdulrazak Shu'aib da sauran mahalarta, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. A gaskiya mu matasan jaliya muna farin ciki da halartar wannan biki na wato naɗa sabon shugaban ƙasa a ƙasar mu, ƙasar Najeriya, General Muhammad Buhari, wanda muna roƙon Allah ya taya shi kuma ya sanya shi ya zamo dalili na canji a cikin ƙasa.
wannan canji ba wani abubuwan da za mu bar shi a haka ba mu nuna murnan mu ba a kai. Sa'an nan kuma ya kamata muna amfani da gode Allah a farko, sannan da roƙonsa ya sanya wannan shugaba ya zamo mana jagora sawa'an a ƙasarmu ko kuma a kowace ƙasa a duniya. Kuma ya kamata mu taya shi addu'a muddin muna bakin harami, muna gindin Ka'aba, ya kamata ko da yaushe da kullum muna mar addu'a Allah ya taya shi ya kawo mana zaman lafiya a ƙasarmu, ya kawo mana ci gaba, ya kawo mana canji. Daga baya kuma ya kamata in sanarwa kowa da kowa game da majalisa na matasa. Wannan majalisa dama an yi ta ba don komi ba, don lura da duk abin da ya shafi bangaren matasa na yin Najeriya wanda aka haifa a nan garin Makka, abin da ya shafi bangaren karatu, abin da ya shafi bangaren wato hudda da kuma yin wasanni, abin da ya shafi bangaren wayar da kansu game da yanayin zama a ƙasar nan, kuma da yanayin yadda za su san ƙasarsu. Don da yawa cikin matasa kamar mu kaɗan ne a cikinmu sun san tarihin, ba su san tarihin ƙasar ba, ballantana a ce wato zai yi niyya ya je ƙasa. Yana daga cikin manufofinmu kuma wato yaɗar da wayewa ta ɓangaren, ya kamata mu nuna in ƙasan nan wanda suke su larabawa mu in Najeriya lalle muna da ƙasa, kuma muna da tarihi, kuma muna da babban tarihi a game da iyayenmu da kuma malamai wanda suka fito daga ƙasashenmu. Muna so mu nuna wato kyakkyawan foto a kanmu a cikin wannan ƙasa. Banda haka kuma ya kamata mu nuna waɗanda suke ƙasancen lalle kuna da uwanku wanda suke a wannan ƙasa, su ma matasa sun damu da abin da yake damun ku, kuma ga sunan suna farin ciki da duk abin canjin da ya kawo an samu a wajen ku. Na biyu kuma muna da wasu bukatu a gaban shi shugaban ƙasa General Muhammad Buhari. Yana daga cikin bukatun da muke nema daga General Buhari. Ya kamata a kula a bangaren education, abinda ya shafi karatu. Don dama canji baya samuwa sai a cikin education. Yaro tun yana yaro zaka koya mar rike amana, yaro tun yana yaro zaka koya mar kiyaye dokar ƙasa, yaro tun yana yaro zaka koya mar duk kyakkyawan hali wanda idan ya tashi shi ma ya samu matsayi, ya zama ma'aikaci a cikin ƙasa, to zai kawo ci gaba. Mu kuma anan muna neman education wanda ya shafi kasarmu, karatun boko na kasarmu, syllabus wanda ake koyar a cikin kasar Nigeria ya kamata mu ma mu koya, ba don komi ba, don mu ma idan muka gama senior secondary school anan muna samun shiga ko college ko universities a cikin kasarmu. Wannan kuma ba ma samun iri wannan sai mun koyi syllabus na kasarmu. Na biyu kuma daga cikin bukatun da matasa suke so da iyayen matasa, ya kamata a ƙara kyakkyawa mana ɓangaren ko kuma matsalan da muke samu ta wajen fidda fasfuna. A gaskiya ƙaramin jakada Alhaji Ahmad Umar ya ɗan yi ƙoƙari ta ɓangaren gyara fidda wannan fasfot, amma kuma muna roƙon shugaban ƙasar Najeriya ya kamata a kula ta wannan ɓangare, ba don komi ba, don wato daɗewan fitawan fasfot yana shafan abubuwa da dama, musamman ta wajen rinwai na ikama na zaman wato in Najeriya wannan kasar. Kuma idan aka dade ba a fidda wannan passport, wasu za su fito daga cikin makarantunsu, wasu ma za dakatar da aikinsu, ballantana in an kawo bangaren wani in aka kama shi ikaman nashi ta kare, ana iya kai shi gida ba tare da an duba dalili. Muna kuma da bukatu da dama ta bangaren wato hudda, ta bangaren wato wayar da kan matasa waɗanda suke zaune a ƙasar nan da su kiyaye dokokin ƙasar Saudiya. Ƙasar Saudiya ko kuma garin da mu muke Makka yana da girma sosai. Allah subhanahu wa ta'ala ya harimci wannan gari tun zamanin annabinmu Ibrahim alaihi salatu wassalam. Ya kiyaye shi daga Abrahal Ashram, ya kiyaye shi daga duk wanda ya nemi yayi zalunci a cikinsa. Mu ma a matsayinmu na musulmai, a matsayinmu na waɗanda Allah ya ba mu wato ikon mu zauna a wannan gari, kuma ya ba mu ikon mu yi wa mahajjata da yin umara hidima, to ya kamata mu kiyaye dokokin wannan ƙasa. Ballantana mun san cewa laifi a cikin wannan ƙasa kamar yadda yake a ninke yake.
don haka ya kamata mu kiyaye wannan abun. Wannan shine abun da yake wato tattare da mu a matsayinmu na matasa. A ƙarshe muna roƙo Allah ya kiyaye ƙasar mu, ƙasar Najeriya. Allah ya kawo mana canji, Allah ya gyara mana tsaron mu, Allah ya kawar mana da masifu na wato Boko Haram da sauransu. Muna wannan ƙasa addu'a Allah ya kiyaye sarakunan ƙasar nan, kuma Allah ya kawo musu zaman lafiya, kuma Allah ya kiyaye kowa da kowa. Allah ya sake haɗa mu a cikin aljanna. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. لابد أن نقول لمن أحسن أحسنت، فمن لا يشكر الناس لا يشكر الله، وهل جزاء الإحسان إلا الإحسان. لذا نستسمح رئيس الجالية النيجيرية بمكة الشيخ عمر سليمان، ورئيس مجلس الشباب الأستاذ عبد الرزاق شعيب الحضور إلى المنصة لتكريم من بذلوا الغالي والنفيس من أعضاء جمعية الجالية ومجلس شباب الجالية والأصدقاء. رئيس مجلس شباب الجالية النيجيرية الأستاذ عبد الرزاق محمد علوان su zuba suka ce a daga da mai rigima gashi mun kuda kayyar mai hadama sai baba sai baba ku gaya masa masu gudu su gudu in ka san kai sata ka gudu ku gaya babarayin can su maza kowa yi sake janaral ya risa sai baba Rabilu dan Ibro tilas na fadi Allah ya ji kansa ya mai rahama amma ba na tunani yana da kari sai baba Buhari sai baba Buhari sai baba Buhari ba na tunani yake magana na huntuwa mai bude magana ya abokin rana mai magana shi ne a sama dallabi ya ce kowa ya faɗi a masu gudu su gudu wani ne janaral ya karɓi sama ma'allaka pdp bana apc ita ce da ƙasa me manufa fara shiri bana za ka fice bila da gudu kankawa wanda baba buhari ya karɓi sama
su zuba suka ce a daga da mai rigima gashi mun kuda kayyar mai hadama sai baba sai baba ku gaya masa masu gudu su gudu in ka san kai sata ka gudu ku gaya mabarayin can su maza ko yi sake janaral ya risa ga baba Buhari janar sama sai baba Buhari sai baba Buhari Rabilu dan Ibro tilas na fadi Allah ya ji kansa ya mai rahama baba na tunani yana da kari kyau sai baba Buhari sai baba Buhari sai baba Buhari baba na tunani yake magana na huntuwa mai bude magana abokin rana mai magana in ka manta malam ka tuna yau dai janaral shi ne a sama نسأل الله أن يجعله غيثا للبلاد وبركة للشعب والإسلام والمسلمين وكما نسأله جل وعلا وبعد ذلك أنتم مدعوون لطعام العشاء في قاعة جود المجاورة لمخبز حسن الكعكي. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Za mu yi magana da shugaban jaliyar Najeriya a cikin garin Makka game da wasu tambayoyi. Assalamu alaikum. Alaikum salam wa rahmatullahi. Alhaji Umar Suleiman, yaya farin cikin ka game da samuwan Buhari shugaban kasa? Ai farin ciki na ba zan iya kamanta ko kuma in wasafa wannan farin ciki ba dan abun ya fi karfin mutum ya fara sai dai mu ce Allah tabbatar da alkhairi. Na'am. Wani bukata ne kake so ka kai wa shugaban kasa game da mazauna Makka? Mazauna Makka suna matukar farin ciki ga wannan zabe da aka yi kuma da wannan Buhari ya samu wannan mulki, kuma suna masa addu'a dare da rana tun kamin ya samu wannan makami. To kuma yanzu ya samu wannan makami da suna masa addu'a cewar Allah ya bashi mataimaka na kwarai wanda za su taimaka masa ya fitar da kasarmu daga cikin matsalolin da take ciki na rashin aminci da rashuwa da sauransu da sauran abubuwa da yawa wanda suka gallaza wa Najeriya. Kuma mutanen Makka abin da suke suna buri in Allah ya sa ya zo nan Saudiya Makka in zai samu dama ya samu ganawa da ko wayansu ko shugabannin manyan abin da gwamnati ce zai gana duka gabaki da 'yan Najeriya ba, amma ya samu ya gana tare da wayansu wanda suke da muhimmanci, zama jakada ne abin da kuma ya musu bayani dan za su yi farin ciki, za mu yi farin ciki in yi mana in ya zo ziyara Makka. Alhaji Umar Suleiman, daga karshe me za ka gaya mana mu mazauna Makka game da wannan wato bikin da muka yi don samun shugaban kasa General Buhari, wato tsaida shi a matsayinsa na shugaban kasa? Gaskiya na yi matuƙar farin ciki da matasa sun tashi gaba ɗaya da ba kasala, sun nuna cewar suna son ƙasarsu a maimakon su da yawa cikinsu ba su san yadda ƙasar take ba, dai su ganta a hoto ko kuma su, amma duk da haka da babbansu da ƙaraminsu duk sun zo sun nuna farin cikinsu a wannan abubuwan da ya samu a Najeriya. Suka nuna farin cikin suka yi ta
fito titi suka ta ife suna nuna farin cikin su gaskiya ba karamin abu ne. kuma zan yi wa yan mazauna Makka yaran mu samari matasan mu da suke nan kamar yadda kai bayani da zuciyar kamata ya mutum ya cikin kasa ya kama doci ka kasa duk inda duniya take don mutum da aka kama doka ya kamata dan kasa ya aiki da ita kuma ya rike ta sosai ya kuma zama shi dan Najeriya ne, kar ya zama kamar yadda ka faɗa, kar ya zama kamar da Abdulrazak ya faɗa, kar ya zama abin rushe abin babu ya zama abin gyara babu rushewa ba. Alhaji Umar Suleiman, nagode. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alaikum. Alaikum assalam. Malam Abdulrazak Shuaib, shugaban matasa mazauna garin Makka. Wani farin ciki zaka nuna game da samun sabon shugaban kasa General Muhammad Buhari? Lallai kai ma kayi tambaya. Irin farin cikin ai ba zan iya kwatanta shi ba, don farin cikin mai girma ne, ka gane, kuma daman abun fata ne. Muna nan muna ta addu'a to amma dai alhamdulillah karshe Allah ya karɓi addu'anmu, domin mu Muhammad Buhari yana kusan Muhammad Buhari kaman hof ne, ka gane, abun nema ne tintini, don abinda ba don wai don Muhammad Buhari, abinda Muhammad Buhari zai kawo kwanciyar hankali, abinda mu muke jin in Allah ya yadda za mu ga duk wata mishkila, duk wata insha Allah wata dai mishkila bi haulillah za a samu gyara. Kai a takaice Muhammad Buhari canji. Muhammad Buhari canji. Malam Abdulrazak Shuaib, wani sako kake so ka kai wa shugaban kasa General Muhammad Buhari? Lallai sako na ga dan Nigeria, a matsayina na dan Nigeria, kuma a matsayina na matashi, ka gane ina da kusan sakonnin da dama wata, amma zan iya dan takwaitawa akan dai na farko, in Allah da shi na farko wannan biyun ko ukun da ya ɗoki alkawali, wannan sai zaman lafiya, ka gane, zaman lafiya da tanmiya da ci gaban ƙasa da wuta. Daga nan kuma ga wannan kaman ilimi, hospitals, ka gane, wannan dai a takaice shine. Kuma ina da babban ni sako a matsayina na mazaunin Makka, a kula da consular, don muna da problems a game da ma'aikata. Akwai da yawa gaskiya ba sa tashi, ba sa wannan ayyukan da suka ɗoka yadda ya kamata. Lalle a matsayina na ɗan Nigeria mazaunin Makka muna da matsala. Wannan shine ni babban kuka na a yanzu, kama mazaunin Makka tare da ma'aikatan da suke zuwa domin su yi wa 'yan Nigeria mazauna Makka aiki. To a gaskiya muna fata in Allah ya yarda a wannan cin da Buhari za mu samu canji, za mu samu ma'aikata wanda in Allah ya yarda za su rinka duba irin lalle matsalar dan Nigeria, don muna da babban mu kama zauna Makka a yanzu a nan, matsalar mu, mishkilan mu tana tare da council. Ka faɗi akwai matsala game da council, wai nufin ka matsalan fidda passport ne? Sosai matsala, domin wannan passport din shine huwali matsalak, shine takaddun zaman ka, shine takaddun zaman ka. To ka gani wannan su suna tafe ne da kanun, suna tafe ne da tsari. To in dai baka da, to in naje ban samu passport ba, kaga za iya makaranta, ya'yana za su iya ba makaranta takardar zaman gari, kaga ba zan iya
gyara ta ba ka gani to akwai lalle akwai matsala saboda haka babban kuka na da nake ni da gaba ɗaya ma wannan da sunan duk mazauna maka samari ba da gaba ɗayan mu kukan mu ni tunda na samu wannan fursa tunda na samu wannan dama lalle ina mika wannan matsala a dobe mu da idan rahama a dobe mu da wannan lalle a gyara mana wannan takansa. Na gode Malam Abdulrazak Shuaib. Assalamu alaikum. الأستاذ ثاني محمد سليمان. السلام عليكم. وعليكم السلام. أي رسالة تحملها لشباب الجالية النيجيرية المقيمة بمكة المكرمة؟ طيب، بسم الله الرحمن الرحيم. أولا أشكر الجمعية عموما أنها احتضنت الشباب موضوع هذا وفتحت لهم جميع المجالات. ثانيا رسالتي أوصلها لجميع شباب الجالية النيجيرية أنهم يعني يكونوا تحت هذه المظلة الرسمية ويكونوا متعاونين، أنه هناك تطلعات للشباب وهناك أمور يحاولوا أنهم يعني يكونوا يد واحدة. وأفضل مظلة وأفضل وسيلة لهذا الشيء هي وسيلة الجالية النيجيرية المقيمة كالمكرمة عن طريق جمعية الجالية تحت إشراف القنصلية. شكرا. أستاذ ثاني، هل هناك أي رسالة أخرى للشباب أو لغير الشباب؟ ايش تقصد بغير الشباب يعني الآباء. طيب، طبعا الشباب معروف دورهم أكبر ودورهم كذا، وأتمنى من الآباء يكونوا سند للشباب، سند لنا وقوة لنا. وطبعا دائما ما لازم من حكمة الكبار، الشباب لهم تسرع وكذا والكبار لهم الحكمة، فنتعاون كلنا في المجال هذا حتى ننمي شباب الجالية النيجيرية. وشكرا لهم جميعا. شكرا أستاذ ثاني، حياكم الله.